أهم نصايح هتحتاجها للسفر في مصر في 2025. أنا أحمد عز، منشئ محتوى سفر وريفيو هوتل، وتعالى أقول لك على أهم النصايح اللي هتحتاجها قبل ما تسافر الغردقة. ما تنساش سبسكرايب ولايك للفيديو. قبل ما تسافر الغردقة بيبقى فيه شوية تريكات كده لازم تاخد بالك منها. لو أنت حجزت الفندق بتاعك بالنسبة للميزانية بتاعتك اللي أنت محددها، ولو لسه ما حجزتش في فيديو مخصص أنا عامله لحجز الفنادق، هتقدر إن أنت تشوفه على القناه بتاعتي، هسيبهولك في الديسكربشن. حجزت الفندق بتاعك والدنيا تمام، هنيجي بقى لحجز الباصات. احجز مع شركه ايه؟ اروح مع الجو باص ولا اسافر مع السوبر جيت ولا اسافر ازاي؟ احسن شركه تقدر ان انت تسافر من خلالها الغردقه هي شركه البلو باص، لانها بتوفر باصات كده مريحه جدا وبتقدم خدمه كويسه، والباصات بتاعتها اغلبيه الوقت ما بتبقاش زحمه، وفيها اسعار بتناسب الناس كلها، ودايما هتلاقي مواعيدها بتبدا من بالليل، هتلاقي مواعيد الساعه 12 وهتلاقي مواعيد الساعه 1:30. ودي افضل شركه انا بفضلها عن الجو باص. الجو باص حاليا بقت بتقدم خدمه رديئه جدا، ده غير ان الباصات بتاعتها بقت متهالكه، وكمان مواعيدها اغلبيه الوقت ما بتبقاش مظبوطه معاك. ولكن البلو باص هي شركه جديده مهتميه بالاتوبيسات بتاعتها، السواقين محترمين، الخدمة كويسة، الكراسي كويسة، كراسي مريحة، كمان الباص بيوفر وجبة صغيرة، تلاقي ازازة مية كده مع واحد مولتو واحد باتيه، فهتلاقي نفسك كده الرحلة بدأت ان هي تبقى مريحة بالنسبة لك. تاني حاجة في النصايح وانت رايح الغردقة، اول ما بتوصل الغردقة انت بتبقى محتاج انك تطلب عربية. اوعى تركب مع اي سواق تاكس من بتوع الغردقة، ان اغلبيتهم هيطلب منك اجرة مبالغ فيها، وهتحس ان انت كده بيتعمل عليك مصلحة. فلازم قبل ما تسافر يكون معاك ابلكيشن ان درايف او ابلكيشن اوبر، وهتلاقي كمان في الغردقة ان درايف هو اكتر ابلكيشن شغال في الغردقة، وابلكيشن اوبر برضك هتلاقيه موجود، ولكن الصبح بدري مش بيبقى شغال قوي. فانت بالطريقه دي هتوفر كتير قوي، وهتوفر صداع وجع دماغ، عشان الاجازه بتاعتك تبقى ماشيه من اولها كده كويس. الابلكيشن بتاعك الجميل، وشوف الاجره بتاعتك كام من قبل ما تركب. ايه اكتر حاجه الغردقه مشهوره بيها؟ في ناس بتيجي الغردقه ومش بتبقى عارفه ايه اهم الانشطه اللي المفروض تعملها في الغردقه، وهتندم كتير، او اكنك جيت كده الغردقه وما عملتش اي حاجه لو انت ما عملتش الانشطه دي. جزر البحر الاحمر في الغردقه هي من افضل الجزر البحريه اللي انت ممكن تزورها في حياتك. هتلاقيني عامل فيديو كامل لاربع جزر زرتهم في الغردقه، عشان تقدر يبقى عندك خلفيه كامله لاهم الجزر البحريه اللي انت المفروض تزورها. وهي اكتر جزيره هتعجبك بالنسبه للجزر اللي موجوده في الغردقه؟ انا بالنسبه لي انا برشح لك جزيره البارادايس. جزيره البارادايس هي من اجمل الجزر اللي موجوده حاليا في الغردقه. هتلاقيني عامل عنها فيديو كامل منفصل، هسيبهولك في الديسكريبشن، وكمان في فيديو تاني كامل عامله للجزر البحريه الموجوده في الغردقه. فانت لو ما طلعتش الرحلات البحريه دي وما زرتش جزر الغردقه، فانت كده فايتك نص حياتك. اكتر حاجه بتميز الغردقه ان هي تحس كده ان هي بلد يعني سياحيه، وفي نفس الوقت يعني منك وعليك كده. تلاقي فيها حاجات بكل الاسعار اللي انت ممكن تتخيلها. ممكن تلاقي مطاعم شعبيه بالاسعار اللي تناسبك، وممكن تلاقي مطاعم تانية باسعار عاليه جدا زي المطاعم الموجوده في المارينا. المارينا من افضل الاماكن اللي انت ممكن تزورها في الغردقه. دخولها ببلاش، تقدر ان انت تخش تتمشى فيها، عايز تاخد كوفي تيك اواي، عايز تقعد في مكان. ولكن المارينا اسعار المطاعم والكافيهات فيها بيبقى مبالغ فيها شويه. هتلاقيني برضك سايب فيديو كامل للمارينا، حاططهولك في الديسكريبشن، ان بجد المارينا من اجمل الاماكن، هي تعتبر كل الغردقه من اجمل الاماكن اللي انت ممكن تشوفها. منظر اليخوت مع البحر، تحس كده ان انت في حته كده اوروبيه. هتلاقيني عامل فيديو كامل 24 ساعه في الغردقه، تقدر ان انت تشوفه عشان يبقى عندك خلفيه كامله انت هتعمل ايه في الغردقه قبل ما تيجي، ما تبقاش جاي ولسه هتفكر انت هتعمل ايه. بالنسبه للدايفنج ورحلات الغطس، فالغردقه هي من افضل الاماكن اللي انت ممكن تعمل فيهم الدايفنج. ولكن انا كده بقالي فتره مش مستريح شويه لقصه الدايفنج، خصوصا ان حصلت حوادث كتير في الغردقه وحوادث كتير في مرسى علم. فانا من الناس كده اللي بحب اقعد في السيف سايد، يعني استمتع بالبحر بتاعك وكل حاجه وتمام، وفي نفس الوقت ما بحبش يكون عندي حوادث. ربنا يكفينا شر الحوادث. فاكتب لي الكومنت بتاعك لو انت حابب تسأل عن حاجة معينة في الغردقة، هقدر ان انا ارد عليك. كمان رشحوا لنا افكار تانية نتكلم عنها لو انت عايز تسأل عن حاجة معينة في الغردقة. متنساش السبسكرايب واللايك وفعل زر الجرس عشان اقدر ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية.